الملعب طلعت دين امك. اقسم بالله عشان انت بتعمله ده، عشان انت قليل الادب، عشان انت قليل الادب، عشان انت قليل الادب، عشان انت. اوصف لي ايه احساسك وانت بتتفرج على الفيديو ده لاول مره، اذا كنت متابع للكوره او حتى مش متابع للكوره. بس قبل ما تقول احساسك ايه، بص على الفيديو ده كمان. انت لو فاكر ان انا جاي اعاتب حسين الشحات او حتى اعاتب الاداري بتاع بيراميدز، فانت غلطان، وهقول لك ليه في نهايه الفيديو. والفيديوهين دول اذا كان يدل فيدل قد ايه احنا وصلنا لمستوى من الانحدار والانحطاط في كل حاجه، حتى الرياضه. ودلوقتي احنا منقسمين بين كذا راي. الراي الاولاني ان حسين غلطان، بس هو عمل كده عشان اللاعب استفزه وشتمه بامه. اما النوع التاني ده اللي متكيف من الالم وعجبه الالم، وكان اللاعب يستحق كده واكتر من كده، زي معتز اينو ما قال. ودلوقتي في روايتين. الروايه الاولى بتقول ان اللاعب الشيبي شتم ام حسين الشحات وشتم مراته وغلط فيه وغلط في جمهور النادي الاهلي. اما الروايه الثانيه ان الشيبي طول المباراه كان بيحاول يستفز لعيبه الاهلي، يعني شغل شمال افريقيا زي ما انتم عارفين. الروايه الثانيه هي اللي اصدق. بيني وبينكم انا محدش هيشتمني بمراتي وبامي وارجع بعد كده بعد ما اتخانق معاه واضربه اروح ابوس دماغه عشان اصالحه، الا اذا انه ما حصلش من الاساس. ودي روايه في ناس كتيره بتحاول تخليها تنتشر عشان تدي مبرر للاعب انه يسب الدين وانه يضرب زميله. بعدين لو ركزت في الفيديو هتلاقي حسين الشحات بيقول له عشان انت قليل الادب، ولو انا كنت في الملعب كنت عملت فيك وسويت فيه. يعني هل من الطبيعي ان في واحد يتسبب بامه وباخته زي ما البيان اللي نزله حسين الشحات ويستنى بعدها 25 دقيقة عشان يمسك في خناق اللاعب؟ بعيد عن المبررات، ده مش مبرر ان اللاعب او الاداري يعمل اللي عمله. لان لو احنا هندي دي المبررات يبقى ندي لشيكابالا مبرره اللي عمله في السوبر. اللي حصل ده ملوش علاقة بالرياضة لا من قريب ولا من بعيد. احنا سيبنا الكورة والرياضة بشكل عام ودخلنا في قصة تاني. ده شغل بلطجة، ده شغل بلطجية يا راجل. ده حتى اتحاد الكورة لما نزل عقوبة ما نزلش عقوبة اللي منصوص عليها في قانون العقوبات في لائحة اتحاد الكورة، ان السب والقذف من 3 ل 4 مباريات، والضرب او التعدي برضو نفس القصة، يعني بتتكلم في 7 مباريات غير الغرامة المالية. اللي اتحاد الكورة راح منزل مباراتين. في مسخرة اكتر من كده. واقول لك ليه انا ما اقدرش الوم على حسين الشحات او حتى الاداري، هو او كان اي لاعب تاني، لان للاسف مش لاقيين حد بيعاقب حد، او بمعنى اصح الناس قبل ما بتعاقب بتبص للون الفانلة، هي احمر ولا اخضر ولا اصفر، عشان اعرف هدي العقوبه قد ايه، وعلى حسب مزاجي وعلى حسب اهوائي. يا راجل يا طيب، ده في واحد اتوقف 8 ماتشات عشان قال لرئيس الاتحاد انت اهلاوي، واعتبروها شتيمه وقفوه 8 ماتشات، ويوم لما اتكرموا عليه كانوا خلوها 6. ده في لاعب سب الجماهير وشتم رمز من رموز الكوره وقفوه 12 مباراه، لكن لما تسب الدين تتوقف مباراتين. الاخر كده البهوات اللي ماسكين اتحاد الكوره السبوبه ماشيه وكل بيتراضى والناس بتنام مبسوطه. خلاص ما توجعوش دماغنا، مش هنبص، احنا هنبص لون التيشيرت هو احمر ولا اخضر ولا اصفر ولا ابيض عشان نعرف العقوبه. العقوبه تطلع تاني يوم، وفي عقوبات بتقعد 6 شهور و8 شهور ما تطلعش، ما هي بالمزاج وبلون الفالنة. محدش يلوم على حسين الشحات ولا حتى الاداري، لان كده كده مفيش حد بيتحاسب. خلي بالك اللي بيحصل بين اللعيبه في ارض الملعب، او حتى من الاعلام في التلفزيون، او حتى من اللي ماسكين الكوره بشكل عام، بيؤدي لحاله احتقان بين الجماهير وبعضها. اتمنى نفوق قبل فوات الاوان، نفوق قبل ما يبقى 72 شاب تاني يموتوا بسبب ماتش كوره، بسبب الاحتقان، بسبب ان مفيش عدل. ربنا يسترها.